أنتم تستمعون إلى بودكاست Self Synergy and Impact مع Leadership Coach و Attachment Styles Expert دكتور يمنى المصري، حيث نناقش في كل حلقة مفاهيم وأدوات تساعدنا على فهم أنفسنا، تحسين علاقاتنا، وزيادة فاعليتنا كقادة ومؤثرين. صباح الخير أو مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة النهاردة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البارادايم شيفتس وعن الطرق المختلفة اللي التغيير ممكن يحصل بيها، والحاجات الصغيرة اللي ممكن إنها تغير حاجات كبيرة في حياتنا، وإن من الحاجات دي إن أنت تتعلم أداة جديدة أو مهارة جديدة تغير تماما الطريقة اللي أنت بتشوف بيها الأمور. موضوع النهاردة هو واحدة من الحاجات دي، ممكن تعتبرها أداة، ممكن تعتبرها mental process، عملية ذهنية، بس هي التطبيق الفعلي لمفهوم أو فكرة عدت علينا كلنا قبل كده أو على أغلبنا قبل كده، ويمكن عدت علينا كتير، وهي إنه أفكارنا بتشكل حياتنا. المفهوم ده مفهوم عابر للأزمنة وللحضارات وللمجالات، فهتلاقوه موجود عند فلاسفة من آلاف السنين وفي حضارات مختلفة، عند فلاسفة رومان وفلاسفة إغريق وفلاسفة صينيين وهنود، وعند فلاسفة ومفكرين أحدث وفلاسفة ومفكرين معاصرين، وهتلاقوه موجود في علم النفس، وهتلاقوه موجود في بعض المقولات الدينية في الأديان المختلفة، وهتلاقوه موجود عند الناس بتوع النيو ثوت واللاw of attraction، قانون الجذب، ودلوقتي كمان بقى موجود في النيورو ساينس وفي الكلام عن النيوروبلاستيسيتي. وأنا شخصيا دايما بشوف إنه أي مفهوم، أي فكرة، أي piece of wisdom، يعني أي حاجة فيها حكمة بتكون عابرة للأزمان والحضارات والمجالات بالطريقة دي، بتبقى أكيد فيها قيمة كبيرة قوي تستاهل إن احنا ندور عليها ونفهمها ونستفيد منها. وده أحد الأسباب إن أنا اهتميت في الموضوع ده بالذات، إن أنا أدور عليه وأقرأ عنه في شغل ناس قديمة جدا وناس أقل قدما وإن أنا أروح أتعلمه من ناس معاصرة بتشتغل في مجالات مختلفة، علشان أقدر أفهمه بطريقة أو بدرجة تمكنني من إن أنا أقدر أبسطه وأشرحه بطريقتي وبأبسط طريقة أنا أقدر أوصل لها. وده اللي عايزة أعمله معاكم في حلقة النهاردة. بس وانتوا بتسمعوني النهاردة عايزة أطلب منكم حاجتين. الحاجة الأولانية إنه لو حسيتوا إن أنا بقدم أفكار كتير مختلفة في الأول وانتوا مش حاسين أو مش شايفين الترابط ما بينهم، خليكوا معايا علشان على الآخر هتكونوا لقيتوا إن هما مترابطين وليهم تسلسل واضح ومنطقي وبسيط جدا. الحاجة التانية إنكوا لو حسيتوا إن أنا I'm over explaining في حتت، إن أنا بشرح زيادة في حتت، فسامحوني، بس ده علشان أنا مهتمة في الموضوع ده بالذات إن أي حد بيسمعني يفهمه بشكل واضح ومبسط، وتبقى الأفكار متفنطة جوه دماغه بطريقة واضحة وما فيهاش لخبطة، لأن الموضوع ده بالذات من الحاجات اللي بنستخدمها بعد كده في كل حاجة. عارفين زي في الماثماتكس كده في حاجات بتتعلمها في الأول، لو الحاجات دي واضحة بالنسبة لك، انت فاهمها بشكل ما فيهوش أي لبس أو لخبطة ومستوعبها كويس، بتخلي كل حاجة بتيجي بعد كده سهلة، وبتخليك بعد كده مش محتاج ان انت تحفظ حاجة، ومش محتاج ان انت تبذل مجهود كبير قوي في حاجة، لأن كلها بتتبني على بعض بطريقة واضحة، أو كلها بتبقى واضحة في دماغك تقدر تفككها وتركبها. وهتلاقي يمكن ده من الأسباب إن ناس كتير بتحب الماثماتكس، أنا منها، ويمكن أحد الأسباب إن أنا بشوف الهيومن بيهيفير كمان حاجة ممتعة جدا هو إن أنا بشوفه بالطريقة دي. في اختلاف ما بينه وما بين الماثماتكس، إنه في الماثماتكس لازم الإجابة بتطلع هي في كل مرة. في الهيومن بيهيفير في تفاصيل كتيرة قوي بتأثر، فدايما في variation، بس في نفس الوقت إلى حد كبير في حاجات لما بتفهمها بتقدر بعد كده تفكك وتربط الأمور بشكل واضح ومنطقي، وتقدر تبص الموقف أو تبص للتصرف في نفسك أو معاك أو قدامك وتشوف مكوناته فتفهمه بطريقة أوضح أو فيها عمق أكتر. حياتنا هي ما تصنعه أفكارنا، دي مقولة ماركوس أوريليوس عن الموضوع ده من 2000 سنة. إزاي؟ إزاي حياتنا تصنعها أفكارنا؟ حياتنا سلسلة من اللحظات، الساعات، الأيام، المواقف، أيا كان عايز تقسمها إزاي. لو أنت عندك دلوقتي مثلا 40 سنة، حياتك بمعنى ال40 سنة اللي أنت عشتهم هي سلسلة من اللحظات والأيام اتجمعت ورا بعض لغاية لما بقت 40 سنة أنت عشتهم. وحياتك دلوقتي هنا في اللحظة دي، لو بصيت على نفسك، لو بصيت حواليك، اللي إكهارت تولي بيسميه
your life situation، ظروف حياتك، هتلاقي إنها جاية من كل حاجة حصلت في كل دقيقة من الدقايق دي، كل يوم من الأيام دي، كل حاجة حصلت وصلتك للحاجة اللي بعدها لغاية لما وصلت للمكان اللي انت فيه دلوقتي، للمكان اللي انت فيه فعليا ومجازيا. يعني انت عايش في انهي بلد، عايش في انهي مدينة، عايش في انهي بيت. اللي وصلك ان انت عايش في الحتة دي النهاردة هي كل حاجة حصلت في حياتك ورا بعضها وصلتك لهنا. والمكان اللي انت فيه او الوضع اللي انت فيه في كل حاجة في حياتك، المكان اللي انت فيه في صحتك، في علاقاتك، في فلوسك، في شغلك، انت ليه فيه النهاردة؟ علشان كل حاجة حصلت في حياتك قبل كده. طيب لو خدنا أي لحظة من اللحظات دي اللي ورا بعض بتكون حياتنا، لو خدنا أي لقطة من لقطات حياتنا، لقطة من حياتك أو من حياتي دلوقتي أو امبارح أو من 10 سنين، هتلاقي إن حياتك في اللقطة دي زي ما أنت عايشها أو زي ما أنت عشتها مكونة من مجموعة من الحاجات. أول حاجة هي مجموعة من الفاكتس، الحقائق. في أي لحظة في حياتنا في مجموعة من الحقائق، وهنا بقول حقائق بمعنى facts مش بمعنى truth. جمع fact وجمع truth الاتنين بيترجموا حقائق، بس في اختلاف كبير ومهم ما بينهم. truth is subjective، بتفرق من حد لحد. facts are objective، ما ينفعش نختلف عليها. خليني أديكم مثال صغير. let's say إن أنا سبت البيت النهاردة الصبح، خرجت الساعة 8 إلا ربع، 7:45. أنا ممكن أقول إن أنا خرجت النهاردة الصبح بدري، ده حقيقي. بس لو أنت حد بتصحى كل يوم الساعة 4:30 الصبح وبتبتدي يومك الساعة 5:30 أو 6، ممكن تقول عليا إن أنا منزلتش النهاردة الصبح بدري، وبرضه ده هيبقى حقيقي. ولو حد تاني بيصحى كل يوم الساعة 11 وبيبتدي يومه الساعة 12 الظهر، هيقول عليا إن أنا نزلت بدري جدا، وبرضه هيبقى حقيقي. كل واحد فينا بيقول الحقيقة زي ما هو شايفها، رغم إننا بنقول حاجات مختلفة. بس في حاجة واحدة ما ينفعش نختلف عليها، هي إن أنا نزلت الساعة 7:45. ده الفاكت. سواء انت حد بيصحى بدري او حد بيصحى متأخر، مش هتختلف معايا ان الوقت اللي انا نزلت فيه كان الساعة 7:45. فالفاكت حاجة موضوعية حيادية ما ينفعش نختلف عليها. اوقات كتير قوي بتبقى حاجة فيها ارقام، واحيانا بنقول عليها انها حاجة نقدر نثبتها في المحكمة، something we can prove in a court of law. لما بنحكي حاجة او بنفكر في حاجة او بنفتكر حاجة حصلت واحنا بنقول الحقيقة، مش بنكذب ولا حاجة، اللي بنقوله أو اللي بنفكر فيه بيبقى مجموعة من الفاكتس مختلط بيها مجموعة من الأفكار، وهي دي اللي احنا بنسميها الحقيقة. الحقيقة بالنسبة لأي حد فينا هي facts على thoughts. يعني أنا مثلا لو قلت أنا وضعي المادي سيء جدا، أنا مديونة ب300 ألف جنيه، مش عارفة هعمل إيه، الأيام الجاية هتبقى صعبة جدا. في كل اللي أنا قلته ده في فاكت واحد، إن أنا مديونة ب300 ألف جنيه، ده فاكت وفي رقم. بقية الحاجات اللي قلتها رغم إن هي دي الحقيقة بالنسبة لي، بس ما نقدرش نقول عليها facts، هي thoughts، أفكار. وضعي المادي سيء جدا، الأيام الجاية هتبقى صعبة، أنا مش عارفة أعمل إيه، دي كلها أفكار. الرأي thought مش fact، الوصف thought مش fact، مجرد فكرة ممكن تكون بالنسبة لي حقيقية، ممكن أكون أنا مصدقاها، بس في الآخر هي فكرة عندي، وعند حد تاني ممكن تبقى فيه فكرة تانية. حلو، وحش، جميل، قبيح، صعب، سهل، كل دي أفكار. لو واحد متجوز ده فاكت، لو واحد مطلق ده فاكت، واحد عنده طفلين، 5 أطفال، ما عندوش أطفال خالص، دي فاكتس. سعيد، تعيس، ناجح، فاشل، حظه حلو، حظه وحش، دي كلها أفكار. طب ليه مهم إن أنا أفهم الفرق ما بين الاتنين، ما بين الفاكتس والثوتس، وأتعلم أفرق ما بينهم؟ علشان سببين. السبب الأولاني إن الفاكتس ما أقدرش أغيرها، في فاكتس ما أقدرش أغيرها ever خالص، وفي فاكتس أقدر أشتغل على إنها تبقى مختلفة بكرة، بس ما أقدرش أغير إن هي دي الفاكتس دلوقتي. أنا اتولدت فين؟ أهلي مين؟ اتولدت سنة كام؟ دي كلها فاكتس ما أقدرش أغيرها ever. لو أنا مديونة دلوقتي ب300 ألف جنيه، ده فاكت أقدر أشتغل على إن هو كمان أسبوع يبقى مختلف، أو كمان شهر، أو كمان سنة. أقدر أجيب فلوس من مصدر ما وأدفع الدين اللي عليا، فبكرة أو كمان أسبوع أو كمان شهر يبقى الفاكت ده اتغير. بس ما أقدرش أغير إن في اللحظة دي دلوقتي حالا this is the fact. ما أقدرش أغير إنه من دقيقة أو من امبارح أو من أسبوع. فالفاكتس بتاعت اللحظة دي ما أقدرش أغير إن هي بتاعت اللحظة دي، it is what it is. لكن الأفكار أقدر أغيرها، وأقدر أختار إن أنا أفكر أفكار تانية.
ده أول سبب لازم أتعلم علشانه إن أنا أفرق ما بين ال thoughts وال facts، أو الأفكار والحقائق. إن ال facts ما نقدرش نغيرها، لكن ال thoughts نقدر نغيرها، وأقدر أختار إن أنا أفكر أفكار تانية. والأفكار هي تاني مكون من مكونات حياتي زي ما أنا عايشاها في اللحظة دي. المكون الأولاني هو ال facts، والمكون التاني هو ال thoughts. السبب التاني إن أنا لازم أتعلم أفرق ما بين ال facts وال thoughts هي إن مشاعري، إحساسي في اللحظة دي، واللي هو المكون التالت من حياتي زي ما أنا عايشاها في اللقطة دي، بتيجي من الأفكار اللي أنا بفكرها. مشاعري في اللحظة دي جاية من الأفكار اللي أنا بفكرها في اللحظة دي، مش من الفاكتس بتاعة اللحظة. يعني اللحظة اللي أنا عايشاها دلوقتي فيها شوية فاكتس، فيها شوية حقائق. أنا عندي thoughts عن الفاكتس دي، عندي أفكار عن الحقائق دي، أو بفكر أفكار عن الحقائق دي. والثوتس بتاعتي، الأفكار اللي في دماغي في اللحظة دي، هي اللي مسببة الشعور اللي أنا حاساه دلوقتي. خليني أديكم مثال يوضح كل الكلام ده. Let's say إن دلوقتي الساعة 8:30 بالليل. ابني اللي عنده 7 سنين، اللي أنا قلتله 100 مرة قبل كده ممنوع يجري جوه البيت، برضه جري وخبط ترابيزة عليها فازة، والفازة وقعت واتكسرت. الفاكتس بتاعة الموقف دلوقتي الساعة 8:30 إنه الفازة مكسورة، ابني اللي كسرها عشان كان بيجري وخبط الترابيزة، رغم إن أنا قلتله قبل كده كتير إن هو ما يجريش في البيت. في اللحظة دي أنا ممكن أفكر أفكار كتير مختلفة. ممكن أفكر مش بيحترمني، بيتجاهل كلامي، هيخرج عن سيطرتي، أمال هيعمل فيا إيه لما يبقى عنده 15 سنة. دي أفكار. وممكن أفكر أنا ولادي بيسمعوا كلام باباهم بس مش بيسمعوا كلامي، وهو السبب عشان هو بيتجاهلني فهم كمان بيتجاهلوني. دي أفكار ممكن أفكرها. وممكن أفكر أنا شخصيتي ضعيفة علشان كده الولاد مش بيسمعوا كلامي. وممكن أفكر كل الولاد اللي في سنه كده، طبيعي طبعا يحصل كده، أمال أنا كنت متوقعة إيه. ممكن أفكر الحمد لله إن هو ما تعورش، ربنا ستر. وممكن أفكر إن دي فرصة إن أنا أتكلم معاه وأوريله إزاي أنا لما بقول حاجة بيبقى عندي أسباب إن أنا بقولها، وإنه لما ما بيسمعش كلامي بيحصل نتائج مش كويسة. كل دي أفكار مختلفة. أنا ممكن في اللحظة دي أفكر أي حاجة منها عن نفس الفاكتس. إن ابني كسر الفازة، إن أنا قلت له قبل كده ما يجريش في البيت، إن هو ما سمعش الكلام. وإحساسي إيه الساعة 8:30 و5 هيعتمد على أنهي من الأفكار دي أنا فكرتها. لو فكرت إن هو مش بيحترمني وبيتجاهل اللي أنا بقوله وهيخرج عن سيطرتي وهيعمل فيا إيه لما يبقى عنده 15 سنة، هحس بالغضب وهحس بالخوف. لو فكرت إن ولادي بيسمعوا كلام باباهم بس مش بيسمعوا كلامي وبيتجاهلوني علشان هو بيتجاهلني، هحس بالإحباط والغضب، بس المرة دي غضب على جوزي مش على ابني. لو فكرت إن أنا شخصيتي ضعيفة وعلشان كده ولادي مش بيسمعوا كلامي، هحس بالشيم، بالخزي، يمكن أحس إن أنا صعبان عليا نفسي. لو فكرت إن كل الولاد اللي في سنه كده وإنه عادي إن هو يعمل كده، هحس إحساس نيوترال، مش هحس حاجة قوي، إحساسي هيبقى حيادي، أو يمكن أحس بالتقبل. لو فكرت إن دي فرصة إن أنا أتكلم معاه وأفهمه، ممكن أحس بالهدوء، ممكن أحس بالكيوريوسيتي، الفضول إيه بالظبط اللي أقوله علشان أقدر أوصله اللي أنا عايزة أوصله له. يبقى الساعة 8:30 حاجة حصلت، وإحساسي إيه الساعة 8:30 و5 معتمد تماما على إيه الأفكار اللي أنا فكرتها بعد ما الحاجة دي حصلت. وزي ما قلت لكم إحساسي هو المكون التالت لحياتي في اللحظة دي حياتي في اللحظة دي. الفازة مكسورة، ابني مستخبي في أوضته، وأنا إيه؟ غضبانة ومتعصبة وضغطي عالي، ولا حاسة بالشيم وصعبانة عليا نفسي ويمكن قاعدة بعيط، ولا محبطة وعايزة أشد في شعري ولا حاسة إن ده عادي وبضحك على شكل ابني وهو بيجري يستخبى في الأوضة، ولا حاسة بالامتنان إن هو ما تعورش. إحساسي في اللحظة دي اللي جاي من أفكاري هو جزء من حياتي، جزء من تجربتي في اللحظة دي. بس دي مش الأهمية الوحيدة لإحساسي. إحساسي له أهمية تانية، إن هو اللي هيحدد التصرف اللي هعمله بعد كده. وده رابع مكون من حياتي في اللقطة دي أو في الموقف ده، الأكشنز بتاعتي أو البيهيفير بتاعي، تصرفاتي أو سلوكي. لو أنا حسيت بالغضب والخوف علشان فكرت إن ابني مش بيحترمني وبيتجاهلني وهيعمل فيا إيه لما يبقى أكبر من كده وخلاص بيخرج من إيدي، ممكن أروح أضربه، أرنه علقة علشان أحس إن أنا مسيطرة، علشان أحس إن هو مش هيخرج من إيدي. لو حسيت بالإحباط والغضب تجاه جوزي علشان فكرت إن هو السبب إن هما بيتجاهلوني، يمكن أتخانق معاه، ألومه، أطلع الإحباط اللي أنا حاساه عليه. لو حسيت بالشيم والسلف بيتي إن أنا صعبان عليا نفسي
علشان قلت إنه كل ده بيحصل عشان أنا شخصيتي ضعيفة والمشكلة فيا أنا، ممكن أروح أوضتي وأقفل عليا الباب وأقعد أعيط. لو حسيت بالتقبل أو ما عنديش إحساس قوي، إحساسي حيادي تجاه كل اللي حصل، ممكن أبقى بتفرج على التلفزيون أو بحضر العشاء، نفس اللي كنت هبقى بعمله لو مفيش أي حاجة حصلت. لو إحساسي بالامتنان إن هو متعورش عشان فكرت إن هو كان ممكن يتعور والحمد لله ربنا ستر، هبقى بحمد ربنا إن هو متعورش ويمكن بشيل الحاجات التانية اللي ممكن تتكسر في البيت. لو إحساسي كان بالاهتمام والفضول إن أنا أستغل الفرصة وأشوف إيه اللي ممكن أقوله علشان يفهم من الموقف ده إن أنا لما بقول حاجة بتبقى حاجة مهمة ولازم يسمع كلامي، هبقى قاعدة معاه في أوضته بتكلم معاه. واللي أنا هعمله أيا كان الأكشن اللي أنا هاخده بناء على إحساسي اللي أنا حسيته، هيبقى جزء من الفاكتس بتاعة اللحظة اللي بعدها. الساعة 8:30 كان في فاكتس إن الفازة اتكسرت وابني اللي كسرها. الساعة 9 هيبقى في فاكتس جديدة معاها، إن أنا ضربته أو إن أنا ما ضربتوش، إن أنا اتكلمت معاه أو إن أنا اتخانقت مع جوزي. أيا كان اللي أنا هعمله، وانس إن أنا عملته بقى فاكت ومش هقدر أغير إن هو حصل زي أي فاكت. لو الساعة 9:15 ضربت ابني، الساعة 9 مش هقدر أغير إن أنا ضربته قبلها بربع ساعة. لو الساعة 9:15 اتخانقت مع جوزي، الساعة 9 مش هقدر أرجع بالوقت وأخلي الخناقة دي ما حصلتش. فالأكشنز بتاعتي بينتج عنها حاجة بتتحول لجزء من الفاكتس بتاعة اللحظة اللي بعدها. عايزاكوا تتخيلوا معايا اللي أنا هقوله لكم دلوقتي كأنه مشهد من فيلم، مشاهد مختلفة. الساعة 9:30 حسب أنهي سيناريو من اللي قلناهم أنا مشيت فيه، المشهد بتاع حياتي في اللحظة دي، اللقطة دي من حياتي، ممكن تكون حاجة من 6 حاجات مختلفة. ممكن أكون قاعدة في أوضتي متضايقة وحاسة بالذنب عشان ضربت ابني، ممكن أكون قاعدة لوحدي بعيط عشان صعبان عليا نفسي، ممكن أكون قاعدة بفكر في الخناقة اللي اتخانقتها مع جوزي وبفكر هو قال إيه وأنا قلت إيه وإيه اللي هيحصل بعد كده، ممكن أكون قاعدة بتفرج على التلفزيون أو بتعشى مع جوزي وابني وبنضحك. فحياتي في اللقطة دي الساعة 9:30 ممكن تكون حاجة من حاجات مختلفة جدا حسب أنهي سيناريو حصل، وكلهم ابتدوا الساعة 8:30 بنفس الفاكتس. هل الفاكتس اتغيرت بتاعة اللي حصل الساعة 8:30؟ لا، الفاكتس هي الفازة مكسورة، ابني كسرها، قلت له ما يجريش وهو جري. الاختلاف ابتدى من اللحظة اللي بعدها، من الأفكار اللي أنا فكرتها عن الفاكتس اللي كانت موجودة. في كل سيناريو من دول أنا فكرت أفكار مختلفة أدت لشعور مختلف، اتسبب في تصرف مختلف، أدى لنتائج مختلفة، والفاكتس جديدة أو حقائق جديدة مختلفة، وواقع في اللقطة دي في حياتي مختلف. وهي دي الطريقة اللي أفكارنا بتصنع حياتنا. ده موقف واحد صغير، وشوفنا إزاي لما غيرنا الأفكار في لحظة البداية، بعدها بساعة كانت الحياة شكلها مختلف جدا حسب الأفكار اللي فكرناها. لو فكرت في كل الحاجات اللي بتعملها في حياتك، كل القرارات اللي بتاخدها، كل الاختيارات اللي بتختارها، هتشوف إزاي إن أفكارك بتشكل حياتك. مهم قوي نفتكر بعد كل ده إن أفكارنا اختيارية، وإننا نقدر نختار إننا نفكر أفكار مختلفة. دي في حد ذاتها ممكن تكون فكرة جديدة وغريبة بالنسبة لناس كتير، وإن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقة تانية. معرفتش أختار مقولة واحدة أسيبكم معاها النهاردة، فهسيبكم مع 3 مقولات. الأولانية كمان لماركوس أوريليوس بتقول You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. power هنا بمعنى سلطة أو قدرة على التحكم، فهو بيقول أنت عندك سلطة على عقلك وليس على الأحداث الخارجية، أو أنت عندك قدرة على التحكم في عقلك وليس في الأحداث الخارجية. اعرف ده، ادرك ده، استوعب ده، وهتلاقي القوة. التانية لجيمس ألين بيقول You are today where your thoughts have brought you. You will be tomorrow where your thoughts will take you. أنت النهاردة في المكان اللي أفكارك جابتك فيه، وبكرة هتكون في المكان اللي أفكارك هتاخدك فيه. التالتة لفولتير، ودي من أكتر المقولات اللي أنا بحبها واللي أكيد إن شاء الله هنتكلم عنها في حلقات جاية. بيقول فيها The most important decision you make is to be in a good mood. أهم قرار تاخده هو إن أنت تكون في مزاج جيد. لو عندكم أي أسئلة، تعليقات أو اقتراحات تقدروا تبعتولنا على الإيميل podcast@yomnalmasri.com. لو الحلقة عجبتكم ممكن تسيبوا ريفيو، ولو حاسين إن حد تعرفوه ممكن يستفيد من الحلقة بتاعت النهاردة ياريت تبعتوها له. لو عايزين تتابعوا الحلقات الجاية ممكن تعملوا سبسكرايب علشان مفيش حاجة تفوتكم، وعلشان ده بيساعد البودكاست إن هو يستمر.
دي كانت حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية.